بص على اللوحة، بص على اللوحة. الزمالك نفسه مفتوحة. بص على اللوحة، بص على اللوحة. الزمالك نفسه مفتوحة. الزمالك فتح الكلية لعب وفن ورجولية. الزمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة. عودة رجال الزمالك من جديد، عودة النادي الجبار. الزمالك فريق جبار. الزمالك بيطلع نار. الزمالك بيقهر المقاولين العرب في ربع نهائي كأس مصر بسداسية نظيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني، وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب، ادعم أخوك باللايك، لا ادعم أخوك ب6 لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، الزمالك كان داخل مباراة المقاولين العرب وفي خناقات وصراعات ومشاكل في النادي الزمالك، النادي اللي كان مرتضى منصور عامل فيديو بالأمس بيشتم فيه إمام عاشور، وكان في خناقة قبلها بيوم مع محمد عبد الغني، وكان جمهور الزمالك متشائم. ايه اللي بيحصل في النادي ده؟ ايه اللي بيجرالنا ده؟ طول السنة خناقات ومشاكل. لكن الاباتشي شيكابالا اللي جمهور الزمالك خذلوا امبارح في الاستفتاء، وعلي معلول كسبه في استفتاء رجل الاسبوع الماضي يعني بنسبة كبيرة قوي، وكانت النسبة 95% لعلي معلول مقابل 5% لشيكابالا. الا ان شيكابالا قال لهم انا الاباتشي، انا الساحر، انا ملك الكوره، انا الفنان، انا اللي ما جابتنيش ولاده. شيكابالا بيمتع الجماهير في مباراه عظيمه، مباراه روعه، مباراه قمه التكتيك والفنيات والجمال، مباراه ما شفناهاش للزمالك من سنين. الزمالك فعلا نفسه مفتوحة. الزمالك نزل النهاردة وقال للجميع رسالتنا واضحة، الكاس ده بتاعنا ومش هنسيبه إلا برقبتنا. يعني ايه؟ يعني لعيبه الزمالك عرفت ان اللعب بالرجوله وبالحماس هو ده اللي يستحقه جمهور نادي الزمالك، الجمهور اللي يعني رفض كل شيء وابى ان هو يتخلى عن الفريق وكان بيدعمهم في احلك المواقف. النهارده اوريساريو بيمتع الجماهير كالعاده، والفوز الخامس او السادس على التوالي ما شفناهاش من اول الموسم. النهارده روح جديدة داخل نادي الزمالك، وده اللي مخلينا احنا الزملكاوية ان احنا نكون سعداء وبشدة. هتقول لي ده المقاولين، هقول لك يا سيدي احنا راضيين. هتقول لي النتيجة يعني بسبب اخطاء دفاعية، هقول لك هو الجون بيجي من ايه غير من خطأ من المنافس. هتقول لي ده النتيجة يعني المقاولين ما جاش الماتش، هقول لك استناهم ان شاء الله يمكن يجوا كمان شوية. لكن احنا فرحانين واحنا مبسوطين واحنا مزاجنا عالي. وبقول لك من هنا بص على اللوحة، بص على اللوحة. الزمالك نفسه مفتوحة. ايوه نفسنا مفتوحة، نفسنا اتفتحت للحياة. ما هو ده الزمالك اللي بيفرحنا. الزمالك الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير مودنا، تخلينا واحنا في قمة الحزن اسعد خلق الله، واحنا لما نكون في قمة السعادة ويتعثر الزمالك بنكون حزانة وحزانة وبشدة. عشان كده احنا فرحانين واحنا مبسوطين. مش هنتكلم في الفنيات ولا في التكتيك ولا في الروعة، هنتكلم في هاتريك سيف الدين الجزيري اللي النهارده بيقول للجماهير انا هداف العربي اللي اتريقتوا عليه. وهنتكلم عن احمد سيد زيزو مستر اسيست واحسن لاعب في مصر وهداف الدوري السنة اللي فاتت، وهو بيمتع الجماهير بالهدف الثاني. مش هقول لك عن ضربة الجزاء، ولا لو حكينا وروينا بقى والقصة والحكاية والحدوتة. شيكابالا الاباتشي الساحر
المهاري اللي ما جابتوش ولاده، الاباتشي اللي النهارده بيحرز هدف ولا اروع ولا اجمل ولا امتع من ده هدف ماركة الاباتشي، ماركة شيكابالا، هدف ما بيحرزوش غير لعيب كبير اسمه محمود عبد الرازق شيكابالا. بنحبك يا شيكا وهتفضل في قلوبنا مهما حيينا. شيكابالا واحد من اللي امتعونا كتير، تسلم وتسلم البطن اللي شالتك وتسلم ايديك وتسلم رجليك يا شيكا. وهكلمك عن مين ولا مين ولا مين، المهم ان الزمالك كسب وكسب بسكور كبير قبل لقاء القمة عشان يبقى فيه دافع وحماس في اللقاء. وبنقول لكل دونجا يغيب غيره يغيب، المهم ان في رجالة في الملعب. والنهاردة لعيبة الزمالك كانوا قمة في الرجولة. وهقول لك بقى المهم، عمرو اديب اللي رقص على الاستوديو وقال بص على اللوحة، بص على اللوحة، الزمالك نفسه مفتوحة. ايوه يا ابو عمرو اديب بيعمل الافراح وبيعلي الليالي الملاح بعد فوز الزمالك بسداسية، نتيجة عظيمة ونتيجة كبيرة، نتيجة بتخلي قلوبنا تنشرح من السعادة. هو ده الزمالك اللي احنا عايزينه، وهي دي الروح اللي احنا بنطالب بيها، وهو ده الاداء، مدرسة الفن والهندسة. الزمالك لما بيفتح الكلية بيبقى لعب وفن ورجولية. مبروك على كل الشعب الزمالك، مبروك لكل اخوات الزملكاوية، ويا رب كتر في افراحنا، ويا رب على قد نيتنا ادينا. اصل احنا جمهور الزمالك الغلبان اللي بيفرح باقل حاجة. ايوه يا سيدي احنا بنفرح بفوز ماتش، زعلان ليه؟ مقهور ليه؟ ايه اللي يضايقك من كده؟ ايوه احنا فرحانين وهنفرح اكتر واكتر لما نشيل الكاس، البطولة المحبوبة بالنسبة لنا. هتقول لي ده كاس صفيح، هقول لك ده كاس بلاستيك واحنا راضيين. هتقول لي يا عم عندنا منه كتير، هقول لك وماله يا سيدي، ده احنا بنجيب، احنا رخرين. هتقول لي بص على اللي عندنا وبعدين ابقى تعالى اتكلم. هقول لك يا سيدي ايه اللي يزعلك من فرحتي كزملكاوي؟ المفروض زي ما بطلع بارك لك اخويا الاهلاوي، المفروض عليك النهارده ان انت تبارك لي وتقول لي الف مليون مبروك، اداء ورجوله وحماس واداء في الملعب، يعني لاعبكم تستحق النهارده المكسب. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك؟ مستني ايه؟ انا مش عايز لايك واحد، انا عايز 6 لايك، 6 لايك من كل واحد يعني فرحان من قلبه، سواء زملكاوي اخويا وحبيبي او اهلاوي بيشاركني فرحتي. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.